عملت النهاردة قدرة قادر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ويلا بينا بقى نشوفها هتطلع معانا عاملة ازاي. شايفين؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت معانا زي الفل. النهاردة عملنا قدرة قادر بمكونات موجودة في كل بيت. بصوا بقى يا حبايبي، كوباية سكر كده صغيرة، عليها معلقتين من المية، حطيهم على النار يتكرملوا. خلاص يلا بينا بقى اتكرملوا بالشكل ده كده على النار. واجيب بقى القالب بتاعنا، اروح دهناه فرشه زيت زي ما انتوا شايفين، والسكر الكرمل معانا بالشكل ده كده. هروح واخداه على طول على على القالب. شايفين انتوا لون الكراميل عامل ازاي؟ يلا بينا كده فضيته على طول واروح مسويه كده بقى في قلب القالب بالشكل ده كده، واسيبه بقى كده يهدى. وتعالوا بينا نعمل بقيه الوصفه. كوبايتين من اللبن، عليهم باكت من الكريم كراميل، وعليهم كمان معلقتين من النشا، واقلبهم كده على البارد. حابه تحطي كيسين كريم كراميل حطي، انا حطيت بدل الكيس التاني حطيت معلقتين من نشا. وايديكي فيها باستمرار كده، عايزينها تبقى سميكه شويه. بصوا بالشكل ده كده. بصوا خلاص خلصت معانا كده جهزت. اروح بقى مفضياها فوق الكريم كراميل، واساوي بقى الصينيه بتاعتي او القالب بتاعي بالشكل ده كده يا جماعه، وسايباها على الرف على الرخامه زي ما انتوا شايفين جنبي كده. ويلا بينا بقى نعمل الكيكه. بيضتين وعليهم سنة فانيليا زي ما انتوا شايفين، وعليهم كوباية سكر. الكوباية بتاعتنا صغيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. دوبت البيض مع السكر مع الفانيليا بالمضرب السلك كده، واروح جايبه كوبايه الا ربع من الزيت عليهم كمان. خلاص لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تيتا لايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي. خلاص كده بالشكل ده. اروح جايبه بقى كوبايتين من الدقيق، هنخلهم كده معاكم. بصوا الكوبايه بتاعتي المج الشاي الصغير خالص زي ما انتوا شايفين. خلاص زي ما بقول لكم كده لازم انخلهم عشان ادخل في الدقيق بتاعي هوا. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده يا جماعه. هنزل كمان عليهم بمعلقتين كاكاو، معلقه الطعام دي بمعلقتين كاكاو وذره ملح صغيره، ونخلتهم كمان بالشكل ده. هجيب كمان كيس بيكنج باودر وهضيفه وهنخله معاهم. وكده بقى اقلب بقى الخليط بتاعنا. ومعايا كوبايه لبن دافيه زي ما انتوا شايفين، هنزل بيها تدريجيا كده واقلب الخليط بتاعنا لغايه ما احس بقى كده ان هو لسه متماسك معايا بقى كده شويه. اروح جايبه عليهم شويه ميه دافيه، يعني نص كوبايه من الميه الدافيه بس. بنزل بيها تدريجيا كده لغايه ما احس بنفسي بايدي كده، احس ان خليط الكيكه بتاعي بقى مظبوط. خلاص بالشكل ده كده الكيكه خلاص اتظبطت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هروح واخداها بقى ومفضياها فوق القالب. يلا بينا. خلاص كده يا جماعه زي ما انتوا شايفين، بس اجيب معلقه كده احس بس ان الدقيق كله اختفى. ويلا بينا بقى. شايفين انتوا سمك الكيكه بتاعتنا طالعه عامله ازاي بالشكل ده كده. وطبعا الفرن سابق التسخين يا جماعه. اديها كده خبطتين على الرخامه. وفي الصينيه بقى اللي هعمل فيها بقيه الوصفه، احط فيها ميه مغليه كده من الكتل، واحط بقى الصينيه بتاعتي وعلى الرف الوسطاني زي ما انتوا شايفين كده نص القالب اللي في الكيكه. واختبرت الكيكه بتاعتي بالشكل ده طالعه عامله ازاي، تحفه. يلا بينا بقى. لازم تسلكي الجوانب بالشكل ده كده قبل ما تقلبيها. وهنا انا ما حطيتهاش في حمام ميه سخنه، هي لسه كل حاجه مكوناتها دافيه. انت بقى سيبيها تهدى خالص في التلاجة يوم، وبعد كده اعملي لها حمام ميه دافيه واقلبيها. انا عملتها على طول بالشكل ده كده يا جماعه، والله ما قعدتها حاجه. مسافه ما الكيكه خلصت مسافه ما انا قلبتها معاكم خلاص، ولا حمام ميه سخنه ولا حاجه. انا استغليت بقى السخونية اللي هي فيها الكيكة وقلبتها واتقلبت معايا بكل سهولة. خلاص بالشكل ده كده قدرة قادر بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في اي بيت، وتحلية سهلة وبسيطة وطعمة. وكده بقى بقول لكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تيتا بلايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.